وما نتوقعوش اننا غادي نكونوا من بين المحترفين في الرياضه. كيقولوا بان الحجم ديال الذراع تيتحكم فيه المحيط ديال المفصل ديالنا، قادر انه يبني عضلات كبر من اللي عنده. اي واحد فاش يلاه تسجل اول مره في اي نادي كان الهدف ديالو هو انه يغير المظهر ديالو. مع التقدم ديالو في الرياضه تلقى راسو راه كيديفلوبا بشكل كبير، وكذلك الجينات والوضعيه ديالو مساعده تيولي يفكر باش انه يشارك في بطولات. ومن غير الناس اللي بداو الرياضه ديال الميسكيلاسيون حيت بغاو يبدلوا من الشكل ديال الجسم ديالهم اولا المظهر، كاينين الناس اللي باغيين يزيدوا في القوه ديالهم، يعني تيتريني شي رياضه اخرى الكره ولا الكيك وباغي يزيد في القوه والاداء ديالو. ولكن التقدم ديالك في اي رياضه الجينات ديالك كيعاونوك باش انك تمشي مزيان فيها. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نحاول نعرفوا شويه على الجينات باش نعرفوا راسنا واش جدودنا خلاو لنا شي جينات مزيانه، واخي بحاجه يكونوا جدودك ما خلاو لك لا جينات مزيانين لا ورثه مزيانه ولا مزيانه. اي انسان يقدر يبدل البروغرام ديالو ديال التدريب، يقدر يلتزم في الماكله، يقدر يبدل اللون ديال شعره، ويقدر يبدل حتى اللون ديال البشره ديالو، ولكن مستحيل تبدل الجينات ديالك، لان الانسان ملي تيكون في الكرش ديال مو تحدد ليه المخطط ديال الحمض النووي ديالو وما يمكنش يبدلو. فاش يلاه تندخلوا للرياضه في الشهر ديالنا الاول اولا في الثاني تلاحظوا بان واحد الجهه كديفلوبا على وحده اولا كتكون واحد العضله تديفلوبا دغيا مقارنه مع العضلات الاخرين. وما نتوقعوش اننا غادي نكونوا من بين المحترفين في الرياضه من الشهر الاول ديالنا، لان باش تعتبر من المحترفين كيخصك سنوات من التدريب والالتزام في الرياضه. كيخصنا نكونوا متقبلين بلي راه عندنا بعض النقاط ديال الضعف، ويعني التقبل ديال النقاط ديال الضعف ماشي غادي نفرط فيهم، فبالعكس الا كنتي متقبل نقاط الضعف ديالك كتحاول انك ديفلوبيهم باش يكون عندك تناسق في الجسم ديالك. لان ارنولد باش يكون عنده واحد ليكيليبراج ولا واحد التوازن في الشكل ديال الجسم ديالو خداو منه الرجلين 10 سنين باش يوصلهم لنفس المستوى اللي عنده في الجسم ديالو من الفوق. في امريكا في الاولد سكول كانوا كيعتبروا ان الناس اللي الاصل ديالهم افريقي كيكون عندهم مشكل صعيب باش انهم يديفلوبيو العضلات ديال الرجلين، ولكن افضل عضلات الرجلين في ديك الوقيته هما العضلات ديال روني كولمان وكريس وفينيس وديسر. عالم الوراثه هو كيفاش كينتقلوا الصفات من جيل لجيل، يعني تقدر تورث من الاجداد ديالك البنيه الجسمانيه، الشكل ديال العينين، تقدر تورث منهم حتى بعض الامراض. يعني مثلا عائله كامله كان فيها مرض السرطان، فاي مولود زاد عندهم فاحتمال كبير انه حتى هو يتصاب. ملي كنسمعوا جينيتيك في مجال الميسكيلاسيون كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي مشهورين كيقولوا الدراري بانهم تاثروا على التقدم ديال العضلات. الاولى اللي هي الحجم ديال العظام اولا الهيكل العظمي ديالك، الثانيه عدد الخلايا العضليه، والثالثه اللي هي مستوى الهرمونات. دابا غادي نحاولوا نعرفوا واش بصح هاد الثلاثه غادي ياثروا لينا على النمو ديال العضلات. باش غادي نعرفوا غادي نتجهوا للاولد سكول ونديروا المقارنات باش نعرفوا واش بصح الجينات كتاثر على التقدم ديالهم. غنبداو باول وحده اللي هي واش بصح الهيكل العظمي تاثر لينا على النمو ديال العضلات. كاينين بعض الاشاعات اللي كيقولوا بان الناس اللي عندهم هيكل عظمي كبير مقارنه مع الناس اللي عندهم هيكل عظمي صغير، الناس اللي عندهم هيكل عظمي كبير قادرين باش انهم يبنيو كتله عضليه كبيره، ولكن على العكس الناس اللي عندهم هيكل عظمي صغير غادي يواجهوا مشكل باش يبنيو عضلات. لان الا خدينا جوج الناس مثلا عندهم نفس الطول ولكن عندهم هيكل عظمي مختلف، يعني واحد عنده هيكل عظمي عريض والاخر عنده هيكل عظمي ضعيف، ضروري غادي يكون بيناتهم واحد الفرق ديال 10 حتى 15 كيلو. كيقولوا بان الحجم ديال الذراع تيتحكم فيه المحيط ديال المفصل ديالنا. كيقولوا بان الا عندك المحيط ديال المفصل ديالك عريض قادر انك تبني دراوع كبار، ولكن الا عندك المحيط ديال المفصل صغير فغيكون عندك مشكل باش انك توصل لواحد الضخامه عضليه كبيره. فالا كنتي انت كتسيق بان الحجم ديال المفصل ديالنا تاثر على الحجم ديال الدراوع ديالنا، فهاد الفكره راه غلطه. كاين واحد البطل فرنسي كنعتقد بان كان المحيط ديال المفصل ديالو 17.80 سنتيمتر، ولكن كان عنده المحيط ديال الدراوع ديالو 51 سنتيمتر. فمن هذا البطل غادي نعرفوا بان الهيكل العظمي ما غاديش ياثر لنا على الضخامه العضليه. واش العدد ديال الخلايا العضليه غادي ياثر لنا على الضخامه ديال العضلات؟ العضله
العضله كتكون من وحدات فرعيه صغار سميتهم الخلايا العضليه اللي معروفه بالالياف العضليه، والانسان كيتزاد بعدد ديال الخلايا العضليه ثابت ما يمكنش يتبدل. بشحال هادي كانوا كيعتقدوا بان مثلا اللي عنده 100 مليون خليه عضليه قادر انه يبني عضلات كبر من اللي عنده غير 50 مليون خليه، ولكن هذه الفكره غلطه، لان الحجم ديال العضله كيجي من الحجم ديال الخليه ماشي من العدد ديال الخلايا، لان العضلات ديال الانسان ما كيتزادش لهم العدد ديال الخلايا العضليه او لا الالياف العضليه، فبالعكس الحجم ديالهم هو اللي تيكبر. داروا بعض التجارب على بعض الحيوانات لقاوهم بانهم قادرين باش انهم يصنعوا الياف عضليه جديده، ولكن الانسان ما كايناش شي دراسه ثابته كتثبت بان الانسان الجسم ديالو قادر باش انه يصنع الياف عضليه جديده. فممكن تكون ولكن تقريبا مستحيله. كيف ما عرفنا بان الحجم ديال الهيكل العظمي ما غاديش ياثر لنا على العضلات باش انهم يكبروا، فراه حتى العدد ديال الخلايا العضليه ما غاديش ياثروا لنا على الحجم ديال العضلات. ندوزو لاخر حاجه اللي هي واش مستوى الهرمونات غادي ياثر لنا على النمو ديال العضلات. ما بين كاع الهرمونات، الهرمون الاكثر اهميه في بناء العضلات هو التستوستيرون. الناس اللي عندهم مستوى التستوستيرون طالع يقدروا يبنيو عضلات اكثر من الناس اللي عندهم تستوستيرون ناقص. كاين بعض الدراسات تيقولوا بان اغلبيه السجناء اللي دخلوا للحبس بسبب العنف كان السبب ديالهم الرئيسي هو التستوستيرون طالع، لان فاش كيطلع مستوى التستوستيرون كتزاد العدوانيه والعنف ديالو. هاد العدوانيه والعنف الا كان الشخص رياضي كتعاونو بزاف باش انه يديفلوبا، لانه يقدر يتريني بجديه اكثر من واحد عنده التستوستيرون ناقص. والتستوستيرون شكون اللي كيتحكم فيه بشكل كبير من غير الجينيتيك باش انه يكون طالع او اللي نازل هما النشاطات اليوميه ديالك او شنو كدير في حياتك. كون ما كان الانسان عنده دهنيات في الجسم ديالو تيكون عنده مستوى ديال التستوستيرون تينقص، ولكن كون ما كان الشخص ناحف تيكون مستوى التستوستيرون طالع. والانسان اللي تيكون نشيط في اليوم ديالو تيتحرك بزاف تيكون عنده حتى هو مستوى التستوستيرون طالع مقارنه مع واحد عطاه غير النعاس. واكثر حاجه اللي كتخلي مستوى ديال التستوستيرون يكون مرتفع علينا في الجسم ديالنا هما العضلات ديال الرجلين. الا كنتي كتخدم العضلات ديال الرجلين وبالضبط التمارين الرئيسيه كيخليو ان مستوى التستوستيرون يرتفع، لان اكبر عضلات عندنا في الجسم هما الرجلين، هما كاع العضلات اللي كنترينيوهم تيطلعوا من مستوى التستوستيرون، ولكن بشكل كبير العضلات ديال الرجل، لان العضلات ديال الرجلين كبار. الدراسات والابحاث العلميه تيخليونا نعرفوا بان الجسم ما يقدرش يفوت مثلا الحد اللي متوقعين هما في بناء العضلات، لان الشخص اللي الجسم ديالو قادر يتحمل 70 كيلو باش يوصل مثلا ل 110 غادي يحتاج منه مجهود اكثر كبير. ولكن الواقع حاجه اخرى. كاينين ابطال كانوا في الصور الاولى ديالهم كانوا كيتنبؤوا بانهم مستحيل انهم يقدروا يوصلوا لواحد الضخامه عضليه كبيره، ولكن تحداو الجينات وقالوا الجينات اللي الجحيم وصلوا لمستويات خطيره بزاف. كيف ما كانوا الجينات ديالك قادر انك تبني ضخامه عضليه كبيره، فمن هذا الشيء كامل غادي نفهموا بان الجينات ما غاديش يعرقلوا التقدم ديال اي رياضي، فاي رياضي يقدر يوصل لداك الشيء اللي بغا. فالابطال اللي كنشوفوا في مستر اولمبيا منهم غادي نستنتجوا بان الجينات ما غاديش يتحكموا لينا في التقدم ديال العضلات. وشنو اللي كيتحكم لينا في بناء العضلات هي الخدمه والالتزام والصبر، ويكون الانسان ما تييأسش. معلومه خفيفه ظريفه، الناس اللي عندهم المحيط ديال المفصل ضعيف وعندهم عضلات ديال البيسيبس والتريسيبس ضخمين يعني الدراوع كبار بزاف، فكتعطي واحد الجماليه اللي كبيره مقارنه مع الناس اللي عندهم هيكل عظمي كبير وعندهم المحيط ديال المفصل ديالهم كبير. الناس اللي عندهم محيط ديال المفصل ديالهم كبير وملي كيكون عندهم واحد الضخامه عضليه في الدراوع ما تيكونش واحد التناسق. فهنايا كنوصلوا لنهايه الفيديو ديالنا. عرفنا بان الجينات ما عندهمش علاقه بكمال الاجسام، اي واحد كيف ما كان الطول ديالو او العرض ديالو او الاصل ديالو يقدر انه يبني عضلات. حنايا غير بغينا نعرفوا هذا الشيء كفكره عامه وصافي. كاينين الناس اللي عندهم الهدف ديالهم هو انه يوصل واحد الضخامه عضليه ويشارك في لي ميستر اولمبيا ويكون بطل من بين الابطال، وكاين اللي الهدف ديالو هو انه يحافظ على الرشاقه ديال الجسم ديالو وتكون عنده صحه مزيانه وما عندوش علاقه كاع بالبطوله. ضربنا دابا واحد الدوره من بين الابطال غير باش نفهموا ونعرفوا واش بصح الجينات غادي يساعدوك ولا ما غاديش يساعدوك باش تبني عضلات. هما غادي يساعدوك واحد شويه ولكن ماشي مستحيل توصل لداك الشيء اللي بغيتي.